يلا بكبكي بكبكي. بعد كده نتش التشه الجميله دي. احلى اكله ممكن نجربها، كوسه محشيه باللحمه المفرومه ومعاها صوص جميل جدا. هم بيسموها شيخ المحشي، بس احنا عاملينها بشويه تركات كده مصريه بقى، مختلفه شويه يعني. تمام. شهية جدا يا جماعة، وفعلا ولادكم هيحبوها وهتعتمدوها يعني. اللي ما بياكلش كوسة اوعدوا ان هو هياكل كوسة بعد كده، وخصوصا الاطفال يعني. خسارة الكوسة اكلة مغذية جدا، نغير من طريقة اعدادنا ليها وكل هياكلها بعد كده ان شاء الله. بنشوح في قطعة زبدة الكوسة المتقورة، وبتكون متنضفة كده متكحتة من بره لغاية لما تاخد اللون الذهبي. وفي طاسة تانية بنجيب معلقة زيت زيتون وبنحط عليها بصلة وفلفل رومي متقطع تقطيع صغير، ونقلب لغاية لما تدبل. بعد كده هننزل كيلو الا ربع لحمة مفرومة على الكلام ده، ونقلب لغاية لما نوصل اللون الجري كده بتاع اللحمة. ونبتدي بعد كده نتبل معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والكزبرة الناشفة. اكتب لكم كل المقادير دي في آخر الفيديو. معلقة صغيرة من الكاري ومعلقتين من الصلصة وملح وفلفل اسود. ونقلب الكلام ده كله لغاية لما اللحمة تستوي وكده هتبقى جاهزة، ونبتدي نحشي بيها الكوسة. هنجيب معلقة صغيرة مدببة كده من بتاعة الشاي، ونبتدي نحشي الكوسة ونتأكد ان هي وصلت لغاية اخر الكوساية من تحت خالص. اللحمة كلها تبقى وصلت لاخر الكوساية، بحيث ان كل ما هناخد قطمة نلاقي فيها لحمة مفرومة لغاية اخر صباع، لاخر الصباع خالص يبقى فيه لحمة مفرومة. فنتأكد ان اللحمة وصلت للقعر تحت خالص. بنكرر بقى الكلام ده وبنحط الكوسة واقفة في الحلة بالشكل ده كده، بيبقى افضل في التسوية وبتديها شكل مهندم كده في التقديم وشيك، ما بتتهريش. بعد كده بنعمل الصوص بقى الرهيب بتاعنا. بنجيب لتر من اللبن. طبعا ده الاختلاف عن شيخ المحشي، ما بيعملوش كده، بيحطوا اصلا ما بيحطوش لبن، بيحطوا زبادي بس. هنا انا حاطه اللبن لتر من اللبن مع معلقتين من النشا، وحطيت كوبايه من الزبادي اللي هي 105 جرام، ومعلقه من الجبنه الكريميه. بس هي ما تصورتش هنا يعني، ما تصورتش وانا بحط الزبادي والجبنه الكريميه، بس كاتبه لكم المقادير في الاخر. وبعد كده بنحط ملح وفلفل اسود وبنقلب لغايه لما نحصل على قوام البشاميل خفيف، كانه قوام بشاميل خفيف، عشان لسه هيستوي فيه الكوسه. وبنحطه على الكوسه لغايه لما نغمرها كده. وخلي بالكم يا جماعه هنحطها على نار هاديه، علشان مش عايزه، ده يعتبر لبن، فاللبن ده مش عايزاه يشيط، لغايه لما الكوسه تستوي. لغايه لما الكوسه هتستوي في قلب الصوص ده على نار هاديه. بعد كده بنجيب بقى 5 فصوص ثوم، بنقطعهم تقطيع صغير وبنحطهم في قطعه زبده، بنشوحهم في قطعه زبده ومعاهم بصوا ده بقى المكون اللي بينقل الكوسه في حته تانية خالص، وبيليق جدا عليها وبيليق جدا على كل المحاشي بشكل عام، اللي هو النعناع الناشف. بجد يا جماعه تحفه، بينقلها في حته تانية خالص. وكل الناس هتسالكم انتوا حاطين ايه على الكوسه عشان تاخد الطعم الجميل ده، بيليق جدا عليها. مع النعناع مجفف، وبنبتدي نحطه معلقه كبيره مع التشه، وننزل بالتشه بقى على الكوسه، وبتتقدم مع الرز الابيض. بون ابيتي يا جماعه، هتعجبكم جدا ان شاء الله وهتعتمدوها. سهله جدا وكل هيحبها، الكبار والصغار، ومغذيه في نفس الوقت، ووجبه متكامله ما خدتش حاجه خالص. خطواتها بسيطه جدا ومكوناتها كلها موجوده في البيت. جربوها يا جماعه ان شاء الله هتعتمدوها، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. وبون ابيتي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.